الساحر المصري اللي قدر يلقي تعويذة السحر الأسود كاملة أمام الملايين من الناس عبر شاشة التلفزيون وتم قتله من الجن. تعود هذه القصة إلى عام 1988 حينما حدثت ثورة عالمية في أفلام الرعب التي تعرض على السينما. ظهر العديد من أفلام الرعب في ذلك الوقت في مصر، ولكن لم يأخذها المصريين على قدر كافي من الجد، لذا فكر المخرج ياسين إسماعيل بإضفاء قدر من الواقعية على إخراجه للأفلام التي يقوم بتصويرها. وكان في فيلمه عاد لينتقم مشهد لساحر يلقي تعويذة سحرية ليطرد روح الطفل الذي سكن في منزل بطل القصة. ففكر المخرج بالتعاقد مع ساحر حقيقي، لذا أوصوه وأصدقائه على أشهر وأخطر ساحر في مصر يدعى بالسيد الحسين. وعرف عن السيد الحسين بأنه كان يراود الجن ويسخرهم في سحره ويسحرهم كذلك، ومتمكن من أعمال التعويذة والشعوذة، حتى أنه تفوق على معلمه الطوخي الذي تلقى عنه هذه الأعمال الشريرة. تم الاتفاق مع السيد الحسين ليظهر في مشهد التصوير ويلقي تعويذات سحرية كاذبة وغير حقيقية، ولكن لسبب غير معروف أخل الساحر بالاتفاق وألقى تعويذة حقيقية تندرج تحت السحر الأسود وتسمى بالعزيمة البرهانية. وتعد هذه التعويذة من أخطر التعاويذ والتي لا يتقنها إلا قلة من السحرة ولا يستطيع نطقها إلا أمهرهم، ويقال تحتوي على 28 اسم من أسماء الله الحسنى، ولكنها باللغة العبرية التي تستدعي أكبر شعائر الجن من العالم السفلي. حينما ألقى الساحر هذه التعويذة في مشهد التصوير بدأت الأشياء تهتز وتغير لون وجه الساحر إلى الأسود، وظهرت أطياف بيضاء وسوداء، وأيقن هنا طاقم التصوير أن الساحر خدعهم وألقى تعويذة حقيقية. وقع طاقم التصوير في حيرة، هل يعرضون هذا المشهد أو يقومون بحذفه؟ ولكن نظرا لصرفهم مبالغ كبيرة على تعاقدهم مع الساحر وتجنبا لخسارتهم عرضوا هذا الفيلم وهذا المشهد في السينما، والذي لم يتوقعوه أنهم تسببوا في ضرر لكل من شاهد هذا الفيلم. يقال أن كل من شاهد هذا الفيلم في السينما أصابه مس من الجن أو شعر بشيء يحركه ويلمسه، ومنهم من أصيبوا بالاختناق، لذا منع هذا الفيلم من العرض ومنع من تداوله في ذلك الوقت. حينما منع الفيلم ذاع صيت الساحر الحسين وأصبح يستقبل كبار الشخصيات في مكتبه الواسع، رجال أعمال وسياسيين وممثلين ومغنيين يقصدونه ليحققوا المكانة الواسعة والثروة عن طريق تسخير أحد الجن لهم ليساعدهم على تحقيق مبتغاهم. هذه التعويذة الخطيرة يقال لم يسلم شخصا قالها أو تعلم عليها، وبالفعل فقد قتل هذا الساحر في ظروف غامضة ولسبب مجهول لا يعلم عنه أحد، برغم تشريح جثته في الطب الشرعي، إذ وجدوه داخل مكتبه المغلق من الداخل ميتا، وتظهر عليه علامات الفزع والخوف الشديد، حيث تظهر عينه كما لو أنها ستخرج من مكانها، وجسده خشن متيبس ولون وجهه أزرق شاحب. لم يجد الطب الشرعي أي دليل على أنه قد تم تسميمه أو قتله، وإنما وفاة غريبة وفي ظروف غامضة يرجح بأنه قد رأى شيئا مخيف أو قد استدعى شيئا أكبر من الجن الذي تعامل معهم. انتهت هذه قصة الساحر التي توضح نهاية كل ساحر يستعين بالتعاويذ والتمائم، والتي تصنف تحت الشرك الأكبر، والمخرج من ملة الإسلام لاستعانته بغير الله لكي يحقق مطالبه القذرة والهدامة لأواصر العلاقات في المجتمع.